اول ما بنبتدي نذاكر برمجه واحنا لسه مثلا في الكليه او اول ما نتخرج بيبقى عندنا الوقت كله اللي نذاكر فيه. بنبقى منظمين وقتنا كله حوالين مذاكره البرمجه بكل تفاصيلها. بصحى الصبح انظم يومي كله، هذاكر امتى وهاخد بريك امتى وهكذا، وده كويس جدا. بنبتدي نكثف مذاكرتنا ونطور من نفسنا لغايه ما باذن الله بنلاقي شغل. المجهود اللي احنا حطيناه في المذاكره الحمد لله رب العالمين لقينا قصاده شغلانه كويسه، وبنبتدي نتشغل بالتاسكات اللي بتجيلنا في الشغل وبنبقى مبسوطين وتاسكات، وبننفذ بقى الحاجات اللي احنا اتعلمناها والحياه ماشيه تمام. بس في مشكله بقى بنبتدي ناخد بالنا منها مؤخرا، وهي ان احنا لسه محتاجين نتعلم. ده هو احنا بعد ما بنشتغل بنبقى محتاجين نتعلم؟ انا دايما بقول ان اللي بيختار البرمجه لحياته بيختارها ككارير، ده بيختار ان هو هيفضل طول عمره يتعلم. مش بس يتعلم عادي، ده هيفضل يلاحق المعرفة، هيفضل يجري ورا الكورسز والكتب والتعليم طول حياته. طب احنا دلوقتي اشتغلنا ومشغولين طول اليوم، هنعمل ايه؟ وهو الشغل مش كفاية اصلا كمصدر المعرفة؟ لا، الشغل مش كفاية. الشغل بيبقى مركز جدا حوالين التاسكات بتاعتك، الابليكيشن اللي انت شغال عليه او السيستم اللي انت شغال عليه، تكنولوجي معينة، لغة برمجة معينة. حتى لغة البرمجة انت وانت بتذاكر بتبقى متوسع جدا وعمال تذاكر في كل حاجة فيها، لكن اول ما بتشتغل نوع التاسكات ونوع الشغل اللي انت بتشتغله بيحددك، بيحطك في حتة معينة، وبالتالي انت مش بتتعلم ومش بتطور من نفسك، وده ديفينتلي هيأخرك. يعني لو انت هتفضل معتمد على المعرفة بس اللي بتجيلك من خلال شغلك ومن خلال التاسكات بتاعتك، للأسف ده هيخليك متأخر، مش بتتطور، ومع الوقت هتقدم. ومع الوقت لو حبيت تسيب الشغل اللي انت فيه وتدور على شغل تاني لأي سبب مش هتعرف، لأنك انت مش up to date. طب نعمل ايه بقى؟ ايه الحل في ان احنا نعرف نطور من نفسنا او نعرف نذاكر واحنا بنشتغل؟ اول حل ان انا ادور على الحاجات المرتبطة بشغلي وذاكرها وانا شغال. دايما اطور من طريقه شغلي، الطريقه اللي انا شغال فيها او الطريقه اللي انا شغال بيها او لغه البرمجه اللي انا شغال بيها، بدور على الابديتس بتاعتها. الدوت نت مثلا نزل فيرجن جديد، والله ايه هي الفيرجن دي، فيها ايه السي شارب الجديده فيها ايه، وهكذا بقى. اطبق على التكنولوجي او لغه البرمجه اللي انت بتستخدمها. دايما تشوف الابديتس وتتابعها وتذاكرها. كل حاجه مرتبطه بشغلك تديك معرفه اعملها. وده برضو لسه مش كفايه، بس ده يخليك برضو اب تو ديت في الحاجه اللي انت شغال بيها. يكون عندك في وقت فراغك جوه الشغل البريكس مثلا، او الاوقات اللي مش مشغول فيها بتاسك وتقدر تعمل فيها حاجه بالاتفاق مع التيم ليدر او مع مديرك انك انت تستغلها في المذاكره، اعمل كده. يبقى دي تاني خطوه. لو في اوقات فاضيه جوه الشغل واتفقت مع التيم ليدر وظبطت وقتك، خلاص انا هذاكر فيها الحاجه دي وهطور نفسي فيها. الاوبشن اللي بعد كده هو للاسف لازم يكون في وقتك الشخصي انت في البيت وقت المذاكره، دي مفيش مفر منها. طبعا مع ضغط الشغل ومع الحياه احنا ما بنبقاش عندنا وقت نعمل حاجه تانية. بنروح من الشغل نشوف الحياه فيها ايه وعايزين ننام وعايزين نقعد بقى مع الاسره ومش عايزين نذاكر. بس دي ضريبه انك انت عايز تطور من نفسك، لازم تلاقي وقت تذاكر. ومش لازم يكون مذاكرة ساعة ساعتين في اليوم خالص، بس لازم يكون في استمرارية. حط لنفسك كل يوم نص ساعة، ساعة إلا ربع، تكون مركزة انت عامل فيها كل المجهود انك انت تكون مركز قوي وتذاكر الحاجة اللي انت عايز تذاكرها، سواء بقى في كورس عايز تذاكره، في كتاب جديد عايز تقراه، whatever. بس لازم تكون في استمرارية ويكون من وقتك الشخصي شوية وقت. يفضل مثلا انك انت تصحى الصبح قبل ما تخرج، تكون مثلا فطرت وجهزت نفسك وتمام وعندك وقت، مش لازم تخرج على طول، او اصحى بدري شوية والوقت ده تكون مركز فيه تذاكر شوية. بعد ما تروح قبل ما تنام في الويك اند برضو تصحى الصبح بدري كأنك رايح الشغل بالظبط، وتقعد تذاكر بقى في الويك اند. تخليها مش 45 دقيقة، لا تخليها ساعة، ساعة ونص. المهم يعني ايه المذاكرة ما تخرجش من حياتك ودايما تلاقي لها وقت. وللأسف ده الحل، مش هننفع نعمل حاجة غير كده، واحنا كلنا بنعمل كده. انا شخصيا في الاول كنت حاسس ان ده متعب شوية، وان ازاي انا هفضل اكمل حياتي بذاكر على طول وبلاحق التكنولوجيز الجديدة وبلاحق لغات البرمجة الجديدة، وامتى هبطل؟ والمايند سيت دي اتغيرت طبعا مع الوقت. لا، مش هنبطل، وده جزء من طبيعة شغلنا، وده جزء من اللي بيميز المبرمج عن شغلانات تانية كتير. بس يا سيدي دي برضو طريقتي في الاخر ازاي انا بحاول ابقى up to date
ممكن حد تاني يعترض ويكون عنده طريقة تانية، وانت لو ليك رأي تاني تقدر تكتبه في الكومنتس ونقدر نتناقش فيه. بس يا سيدي شكرا ان انت اتفرجت على الفيديو لغاية هنا، واتمنى تكون مستمتع بالفيديو ده وبقية الفيديوهات اللي على القناة. ولو ما اشتركتش يا ريت تشترك وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، ولو عندك كومنتس يا ريت تكتبه في الكومنتس تحت. شكرا، سلام عليكم.